بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين الشاكرين. الحمد لله فالق الإصباح مسخر الرياح. الحمد لله مدى الدهور وعلى مر العصور. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل عباد الله محمد بن عبد الله وعلى صحبه ومن والاه أفضل صلوات وأتم تسليم. لكم عندي سلاما من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي. سلاما فاح في الآفاق مسكا يعطركم بأشواق الفؤاد. سلاما لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي. ولكنني أخص به أناس هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نجتمع نحن وإياكم في ضيافة رجل المواقف والفخر والجود، صاحب الكرم والعطاء، رجل الأعمال، الشيخ جبران بن علي بن جبران العوسجي الحبابي، وذلك بمناسبة زفاف ابنه الشاب ذيب الذي نقول له كما قال أفضل الصلوات وأتم التسليم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل حياته عامرة بالأفراح وأن يرزقه الذرية الصالحة. شيوخ القبائل، أصحاب السعادة، رجال الأعمال، رجال الفكر والأدب والشعر، أفراد ووجهاء المجتمع، أهلا وسهلا بكم. حضوركم شرف الحفل وأضفى عليه الأنس والسرور. خير بداية لكل بداية، آيات عطرات من الذكر الحكيم والعظات يتلوها على مسامعكم الأستاذ رفعان بن فهد الحبابي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. كلمة ترحيبية لشيخ قبيلة العواسجة الشيخ شايع بن جبران العوسجي الحبابي، يلقيها نيابة عنه ابنه رجل الأعمال الشيخ سعيد بن شايع بن جبران العوسجي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نيابة عن والدي الشيخ شايع بن جبران العوسجي، وعن أخي رجل الأعمال الشيخ جبران بن علي العوسجي، وعن ابنه فارسنا في هذه الليلة وعامة قبيلة العواسجة، فباسمهم جميعا أرحب بكم أجمل ترحيب. ونشكر من شاركنا في حفلنا هذه الليلة سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة، فشكرا لهم جميعا. ولا يفوتني نشكر الشعراء والأدباء الذي حضروا معنا هذه الليلة، وشكرا لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضورنا الكريم، نتشرف في هذه الليلة بوجود علم من أعلام البلاغة والأدب، رجل الأمن المخلص والمواطن الغيور على دينه وأمن واستقرار بلاده بلاد الحرمين الشريفين، الرجل الذي أطرب أسماعنا بخطبه وكلماته المرتجلة الهادفة والمفيدة في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية، والتي بدون أدنى شك كان لها الأثر الواضح في بيان ما تتعرض له بلادنا من مكائد ومؤامرات دنيئة من أعدائها وحسادها، وأهمية تلاحم الجميع والوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول ويريد المساس بوحدتنا ولحمتنا الوطنية وعلاقاتنا الفريدة بولاة أمرنا، أو التشويش على أمن بلادنا من خلال نشر الشائعات والأكاذيب. إنه المفوه الذي رصدت له القنوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يزيد على 70 كلمة مرتجلة هادفة كان لها الأثر الواضح وكان لها آثاراً إيجابية عند الكثير من المواطنين، إلى أنه تم تسميته بلسان الوطن الصادق. إنه مستشار سمو وزير الداخلية السابق والمدير العام لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. رحبوا معي بالدكتور سعيد بن عايض الزهراني، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مشايخ القبائل وأعيانها، أفراد المجتمع المميز الذين حضروا جميعا هذه الليلة، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه